بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله يا ربي جيتكم بواحد الوصفة اسهل منها ما كانش. تروحوا وين تروحوا وتدوروا وين تدوروا ما تلقاوش وصفة سهلة كيما هذه. شكشوكة بلا زيوتات بلا مقالي بلا كثرة الماعين، يعني ديروا كل شيء ضربة واحدة وانتم تحصلتوا على واحد الطبق تاع شكشوكة بنة وتعسال وتفرميج. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي الوصفه هذه كامل تجربوها، نتمنى من قلبي كاع تجربوها باسكو وصفه فعلا تستحق التجربه. وان شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يعجبكم. ما تنساوليش غير هذاك الجام، ربي يفرحكم. وبدون اطاله نمر مباشره للوصفه تاعنا. كما العاده نتمنى لكم فرجه ممتعه. إذا بسم الله على بركة الله، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا خواتاتي كما راكم تشوفوا جبت طنجرة درت فيها حبة تاع بصل كبيرة ولا زوج حبات صغار. بالنسبة للبصل كنت قطعتها كما راكم تشوفوا جوانح ولا شرائح. البصلة هذيك تاعكم حلوها، يعني ما تخلوهاش لاصقة في بعضها. فوالا. وعندي تاني زوج حبات نتاع فلفل حلو، وعندي زوج حبات تاع طوماطيش اللي كنت نزعت لها القشرة وقطعتها مربعات صغيرة، زوج حبات ولا حبة كبيرة. تاني نص مغرف كبيرة تاع طوماطيش تاع القوطي، مع زوج سنينات تاع الثوم، الملح بيان سور، شوية تاع فلفل كحل. بالنسبة للتوابل ما غاديش نديرو بزاف، غير الفلفل كحل، وعندنا الفلفل العكري وكما قلت لكم الملح. غادي نخلط كل شيء كما راكم تلاحظوا، غادي نخلط كل شيء مع بعض. فوالا. ومن بعد غادي نضيف ربع كاس تاع الماء فقط، غير ربع كاس تاع الماء. هنا الا بغيتو تضيفوا البطاطا ضيفوها، يعني تحكموا زوج حبات تاع بطاطا تقطعوها مربعات صغيره وديروا كل شيء طيب مع بعض. فهمتوني؟ كي شغل كيما الجواز كيما المرقه. هذه هي. انا ما بغيتش ندير البطاطا هنا، البطاطا بغيت نقليها، ما بغيتش نديرها هنا مع البصل والفلفل. هنايا خواتاتي كنت حطيت الطنجره تاعي فوق النار، والنار لازم تكون ناقصه، لانه كيما على بالكم ما درناش الماء، يعني ما فيهاش لاصوص بزاف باش ما تلصقش، بس باش تاني ما تنحرقش نقصوا للنار. وهكا تاني طيب في غردها. جبت هنايا حوالي زوج حبيبات تاع البطاطا، كنت قطعتها كما راكم تشوفوا مكعبات صغيره. غادي ندير لها شويه تاع الملح ونروح نقليها مباشره. وهنا يا خواتاتي كما راكم تلاحظوا بالنسبه لهذيك الشكشوكه كنت عاود رديتها في الكيكوطه، ما ساعدتنيش لهذيك الطنجيه، ما ساعدتنيش، فدرتها في الكيكوطه. تعرفوا ليه ميم با 5 دقائق يا ربي، واحد ل6 دقائق هكا غادي طيب معاكم عسل ما شاء الله. لو كان تخلوها في الطنجيه غادي تطول. انا ما بغيتش نهضر لكم على هذه النقطه في البدايه تاع الفيديو، قلت نخلي حتى نوصل لها باش نقول لكم عليها. من الاحسن ديروا في الكيكوطه ماشي في الطنجيه. هذه اذا كنتوا يعني مزروبين ولا كيما نقولوا باغيين توجدوا العشاء ولا الفطور تاعكم ليه ديروا في الكيكوطه. كما شفتوا فرغت كامل هذيك الشكشوكه هنا في المقله، وخلطت معاها هذيك البطاطا اللي كنت قليتها. غادي نحطها مباشره فوق النار، والنار تكون قليله، تكون ناقصه يعني كامل ناقصه. غادي نجيب شويه تاع الفرماج نديره من الفوق، وهذه مساله اختياريه، تبغوا ديروها يعني تبغوا تستغنوا عليها. وعندي 3 حبيبات نتاع البيض رايحه ندربهم ونفرغهم من الفوق يعني على الشكشوكه تاعي بهذه الطريقه. صدقوني خواتاتي تجي واحده الشكشوكه بسم الله ما شاء الله. واللي عجبتني فيها يعني ما فيها زيت، ما فيها قليان بزاف، ما فيها مقالي، ما فيها بدل هنا ورد ليه يعني ديروا كل شيء مع بعض. ومن بعد ديروا حبيبات تاع البيض وشويه تاع الفرماج من الفوق. هذا مكان والشكشوكه تاعكم راهي واجده. والله يا البنات مام با يعني مام با 30 دقيقه كنت وجدت عشايه، وجات واحدة الشكشوكة بسم الله ما شاء الله، بنينة 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 عسل. جربوها البنات ورجعوا لي الخبر. المهم كما شفتوا كنت درت البيض، من بعد درت الفرماج من الفوق. بالنسبة للنوعية اللي درت تاع الفرماج هو الروج، فرماج روج. والنار كما قلت لكم تكون ناقصه. غطيت على المقله تاعي، خليت حتى هذاك البيض دحقه في الطياب وهذاك الفرماج داب. من بعد درت هذيك اللمسه تاع المعدنوس من الفوق، والشكشوكه تاعي ولا طبق الشكشوكه راه واجد. صدقوني خواتاتي جا من اروع ما يكون. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاعه. بيان سور غادي نوري لكم القوام كيفاش جا ما شاء الله.
شوفوا لي هذاك التعسال، شوفوا لي هذاك التفرميج، الله الله، إن شاء الله شاهدكم في الجنة خواتاتي، وإن شاء الله الوصفة هذه كامل تجربوها، وعلى بالي إذا جربتوها راحين تعتمدوها باسكو بزاف 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 سهلة، وتاني اقتصادية، يعني ما فيهاش كامل مكونات بزاف. تبغوا تاني تزيدوا تضيفوا لها الثوم، اخوات اللي يبغوا الطون تقدروا ديروا لها الطون تاني تجي بزاف بنينه. المهم حبيباتي، ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ان شاء الله كامل تجربوها، نتمنى من قلبي كاع تجربوها باسكو وصفه فعلا تستحق التجربه. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوليش غير هذاك الجام، ربي يفرحكم، احبكم في الله، ومع السلامه.